السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه مطبخ مغربي البسيط مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه على شكل غريبه ديال اللوز، وكنشكركم على حسن المتابعه. كناخذوا زلافه كنديروا فيها 250 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده، وكنزيدوا عليها قبيصه ديال الملحه، وكنضيفوا عليها واحد الساشيه ديال الفاني خماره بيضاء، وكنضيفوا كاس ديال سنيده، وكنجمعوا المكونات كامل كما كتلاحظوا معايا في القناه ديالي. ومن بعد كنضيفوا كاس معمر ديال ليسيور، راه كلشي باين واضح في القناه ديالي كما كتشوفوا معايا. كندمجوا الخليط ديالنا مزيان، ومن بعد كنزيدوا كاس ديال الفول السوداني. كنعاود نخلط العجينه ديالي مزيان كما تشوفوا العبر. كنعبر بالكاس ديال العنبه، راه كلشي واضح في القناه ديالي. ومن بعد كنضيفوا كاس ديال الدقيق الابيض تكون نوعيه جيده، وجوج خمارات حمرين ديال الحلوى، وكنعجنوا العجينه كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان حتى كندمج لينا الخليط كما كتشوفوا معايا. راه كنكررها وكنعاود نعاودها، وكنزيد نضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق حتى هو. كنعجنوا الخليط ديالنا مزيان مره اخرى حتى كتعجن لينا العجينه مزيان، حتى كتبان لينا العجينه تجمعات وما بقاتش كتلصق في يدينا. ومن بعد كنبداو نكوروا العجينه ديالنا بالتساوي، وكنقوموا بنفس العمليه حتى كنساليو العجينه ديالنا. ومن بعد كناخذوا زلافه ديال السكر كلاصي، كنبداو نمرمدوا فيها الحلوه ديالنا مزيان حتى كنساليوها، ونبداو نستفوا في الطاوه. من الاحسن نفرشوا ورقه الطبخ الطاوه ديالنا بابي كويسون كما كتشوفوا، ونبداو مباشره نديروا اللوز، حبه اللوز في كل كره. ومن بعد كندخلو ملي كنساليو اللوز، من بعد كنكونوا ديجا خدمنا الفران ديالنا قبل على درجه الحراره 180، ولكن ما يكونش سخون بزاف. وكندخلوها الفران كما كتشوفوا، كندخلوا الطاوه ديالنا الفران مباشره. وهذه هي الحلوه ديالنا ديال اللوز ملي كتوجد كما كتشوفوا. وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديال المشاهدين ديالي، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلي لايك وبلي زابوني باش تشجعوني نبقى نحط لكم ديما الوصفات باقل تكلفه وبسيطه. المقادير ديال الحلوه ديال اللوز غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، غادي نحطهم لكم تما. وشكرا على المشاهده.